الفرق بين قراءة سورة البقرة بالنسبة للأرزاق والفتوحات، والفرق بين الاستغفار والفتوحات، والفرق إذا مزجت بينهما، يعني سورة البقرة مع الاستغفار. بدنا نبدأ على بركة الله. يعني ماذا وجدت من سورة البقرة من باب الفتوحات؟ أخذها بركة وترك حصر ولا تستطيع البطلة. والاستغفار، من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. شو الفرق؟ أنا لزمت الاستغفار ولزمت سورة البقرة لوحدها وجمعت بينهما في فترات متفاوتة. خلينا نبدأ على بركة الله. وسجلت بعض نقاط عن سورة البقرة وبعض نقاط عن الاستغفار، وسأبين إن شاء الله ما الفرق بينهما، لأنه لربما أنت يوما ما بدك أنت عندك تعطيل في الأولاد أو تعطيل في الأرزاق أو تعطيل في أشياء، فمش عارف أخذ سورة البقرة ولا أخذ الاستغفار أو هكذا. عشان هيك بدي أبين شو الفرق، ما الذي وجدته. نبدأ بركة الله. أول إشي إن شاء الله قبل ما نبدأ على بركة الله، يعني هو دائما نبدأ على بركة الله. اسمع مليح، هاي نصيحة لوجه الله. بسمع عن ناس فاتت على علوم الطاقة وعلى الخزعبلات وعلى كلام كثير، بفوتوا عليه وبيدخلوا عليه. بتعرف شو المشكلة؟ بتعرف ليش المشكلة؟ أول إشي، إذا أنت ظالم الله سيضلك عمدا، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الظالمون سيضلهم الله، يعني يضللهم الله. هاي واحد. من كان همه الدنيا، بدي فلوس، بدي سيارات، بدي عقارات، ما فيش بعد الفلوس شيء. رضا الله مش رضا الله. فإذا كان هذا همي، طبعا مش راح أبحث بالدين، أنا رايح أبحث عن أي شيء يأتي، ربا، بيع سيارات، بيع مخدرات، بيع همه الدنيا، بيع نساء، بيع في أي مكان. شوف ماذا سيفتح الله عليك. من كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، لن يشبع أبدا. لو ملك المليارات، هذا وعد، سيجد نفسه جوعان فقير حتى لو ملك العقارات والملايين. كان هم الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، حسود يعني. وشتت الله عليه أمره، لا يهتدي، مش مستقر. وجعل الأرض تحته هوية، بتلعب فيه. هاي أحسن من هاي، لا هاي، لا هاي، لا هاي، لا هاي، كل الحياة هكذا. لكن من كان همه الآخرة، بدي أنا يا ربي أصل إلى الجنة، أنا بدي أستقيم، أنا بدي إياتك. من كان همه الآخرة جعل الله غناه في صدره، وجمع الله عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. إن شاء الله هذا الدرس بيكون شوي طويل يعني، وسجلت نقاط، يعني أعتذر إذا النقاط يعني مش مرتبات، يعني هي أفكار أو يعني مررت على طريقي بقراءة سورة البقرة، ماذا تغير معي، ماذا تغير معي، هكذا. مررت على الاستغفار، ماذا تغير معي، ماذا تغير معي، وماذا عندما جمعت بينهما ماذا حصل. نأخذ الفائدة إن شاء الله من حياة عشناها. عشان هيك الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال: بلغوا عني ولو آية. عيش مع آية واحدة لو بقيت العمر كله. هذا لا ينهي، لا يمنعك أن تقرأ كل القرآن، لكن أنت تتخصص في موضوع حتى تراه جلي. تتخصص بموضوع، يعني حديث لرسول الله مثلا، أخذت اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وترك حصر ولا تستطيع البطل، فأنت أخذتها محمل الجد. خلينا نبدأ على بركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والله من كثر الأسئلة، يعني أعتذر، من كثر الأسئلة بتصير الأفكار تتداخل، يعني سؤال في موضوع كذا وسؤال في موضوع كذا، وأنا أحاول أن أجمع، يعني أن أجيب القدر الأكبر إن شاء الله. يعني عندما قال الحبيب المصطفى صلوات ربي عليك يا رسول الله اقرأوا البقرة أو بلغوا عني ولو آية. نعم، كان في الماضي
لربما هو النسخ واللصق، يعني تأتي كما نزل بالوحي تنقلها، لكن ما كانت هالقد الذنوب مثل هذه الأيام. لربما قبل 100-200 سنة كان الأمر أفضل بمليون مرة من الآن، لكن اليوم تعددت القنوات والذين يتكلمون في الدين، وكل واحد معجب في رأيه وهكذا، والتضليل. ونحن في زمن لا يخفى عليكم، زمن الدجال والعياذ بالله، والأسحار وكل هذا. طيب ما علينا، فأذن الله. طبعا أنا لا أزكي نفسي أبدا أبدا أبدا، وأسأل الله السداد دائما دائما، أسأل الله السداد دائما، أسأل الله السداد. أنا لا شيء، أنا تراب ولا شيء. كلامي ليس قرآن منزل، كلامي ليس مقدس، بس لكن هذا شهادة أمام الله، هذا شهادة أمام الله. ماذا وجدت من قراءتي لسورة البقرة، وماذا غيرت في حياتي لوحدها، وماذا وجدت من الاستغفار عندما لزمت الاستغفار، وماذا وجدت عندما جمعت بينهما. فشوي شوي خذوا. نعم، لربما إن شاء الله أجمع قصة للعبرة هنا بهذا الموضوع. انتبه، شو همك، دنيا ولا آخرة؟ قلنا لك إذا كان همك الآخرة سيغنيك الله، سيرضيك، سيسوقك إلى الرضا والرضوان. أما كان عقلك في الفلوس والبنات والنساء والعقارات والسيارات والشهرة والأنا، وأنا أنا 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 هذه الأنا الكبيرة، أو تتعلم العلم ليشار إليك، فهذا همك دنيا، همك شهرة. عقلك في المشاهير، عقلك بالفلوس والملايين، في الرحل والسياحة وهكذا، واليختات وكل هذا. كان هذا هو همك، فسيضلك الله. كان هم الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت الله اللي شتت، مش أنا شتت، مش أنا بجي من جيبتي، شتت الله عليه أمره. نعم. وإذا كنت أنت إنسان ظالم حتى لأهلك، إنسان ظالم يا أخي، بس أنا عندي، أنا تموت الناس كلها، يموت أولادي، يموت الدنيا إنسان مجرم. نعم. بس أنت بدك تأكل لحالك، وحتى إذا أكلت أنت بدك تبقي الأكل بعد ما تأكل أنت، ولربما بعد ما أنت تنهي أمورك، وكأنه هذا سيضله الله على علم، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والظالم لنفسه كمان المشرك. طيب، هاي منين بتيجي البصيرة؟ هذا هو بيت القصيد ده. يعني أوجز في بعض النقاط، ولربما أتوسع أكثر. بدي أقرأ النقاط التي سجلتها وأرجع على النقاط عشان اختصارا للوقت. يعني بدي أقرأ النقاط ثم أرجع على النقاط أشرح ماذا وجدت، أفضل عشان هيك تأخذ فكرة. طيب، سورة البقرة هي الواقي من الشرك والرياء والتكبر وكل محبطات العمل. ما هو أنا ب 2015 عندما سألوني الشباب من أين لك هذا الوحي، قلت اجتهادي، هذا محبط للعمل، هذا أنا أشركت شرك خفي. فهي الواقي سورة البقرة، وكانها بتعطيك، بتعرف المجسات هذه التي يعني شو بقولوا لها، لحظة بس شوي أتذكر شو الكلمة نعم، وكانها مجسات حرارية اقتربت من الشرك، فبتعطيك إشارة أنك أنت اقتربت، ارجع، رد الفضل لله، رد الفضل لله، هكذا سورة البقرة. نعم، هذا ما كان عندي لما كنت بالاستغفار، بس خليني أبين. نعم، سورة البقرة هي الواقي لك من الشرك والرياء، طبعا محبط للعمل، والتكبر محبط للعمل، وكل محبطات العمل هي الواقي لك بفضل الله. أي من أسرار، عشان إحنا مش لا نشرك بالله، فهذا من فضل الله بسورة البقرة، وكأنه عطاء. من يقرأ سورة البقرة سيعطي الله كل الذي أذكره مما وجدته. نعم، مما أنا وجدته. طبعا إحنا لازم نستغفر كل يوم، نستغفر، الحمد لله رب العالمين. وكل يوم أقرأ سورة البقرة، كل يوم أقرأها وأختمها، كل يوم أنا بقرأها مرة، وأستغفر تقريبا 10 12 13 ألف هكذا، 9000 8000، لأن أنا عندي قناة وبجاوبك. طيب، أول ما وجدت من سورة البقرة بعد ما أكثرت، إخوتي الكرام، أخوكم محمد حجازي في عنده كلام في قناته على اليوتيوب عن سورة البقرة، لربما 400 أو 450 فيديو درس. هناك في أقفال لسورة البقرة، يعني مراحل لسورة البقرة.
تقدر تكتب على اليوتيوب محمد حجازي، وقفل سورة البقرة الأول أو القفل الثاني أو القفل الثالث أو أقفال سورة البقرة الأربع أو القفل الرابع، هكذا. في تقريبا 20 درس بهذا الموضوع، أقفال سورة البقرة. لازم تدرس هذا العلم، هذا علم فتح الله عليه سنين وأنا أقرأ سورة البقرة، ما في شطارة. الذين أخذوا بما قلت وجدوا ما قلت، والفضل يعود لله. واتقوا الله ويعلمكم الله. التقوى لا يمكن أن تأتيك بدون سورة البقرة. نتكلم عن هذا الموضوع، نفتح عليه. مفهوم؟ في أقفال اسمه، اكتب محمد حجازي على اليوتيوب، محمد حجازي سورة البقرة، أقفال سورة البقرة، مثلا القفل الأول، القفل الثاني، القفل الثالث، القفل الرابع. أصعب قفل هو الثاني، وأهم قفل هو الرابع، لأنه الرابع هو العلم من عند الله إن شاء الله. طيب، سورة البقرة أول ما بدأت أقرأها الشغف من حياتك يتلاشى. السقطات طبعا تباعا، مش يعني من أول يوم خلص تبدأ تستشعر إنه هذا الشغف بدأ يفتر. حب المشتريات، حب تظلك بالسواق، هكذا تظلك أمور تافهة، نعم، تظن إنك أنت بدك إياها. مثلا واحد مش شاغل حاله بالصيد ليل نهار، شاغل حاله بكرة القدم ليل نهار. ما بقولش كل شيء حرام، في أشياء مثلا إن زادت عن حدك وبتصير حرام كلها. نعم، إذا أنا بدأت تلهيني كرة القدم عن الصلاة ودائما أضيعها وقاتل الناس عليها، فهذا صار حرام. هذا مش أنا بروح بلعب رياضة بخلص لعبة كرة القدم بروح على البيت، لا، أنا هون صرت أقاتل الناس وأعادي الناس وليل نهار وعقلي كله بالكرة القدم وهكذا. طيب، الشغف يتلاشى من حياتك. كل السقطات الانبطاح تحت شهوتك، الشهوة الحلال والحرام. أنت ما بتعود تكون أسير لشهوة أبدا، حتى مع زوجتك، حتى يعني بالحلال قلت لك ما تعود أسير لهذه الشهوة، منبطح تحتها. لا، أنت مسيطر على الأمر إن شاء الله. ستشعر أن الأمور بدأت تترتب لأجلك، كل الأمور حتى الشارع الذي تمر فيه والسيارات ستبدأ تنتظم أمامك بعد أن كانت وكأنها كلها تريد أن تصطدم فيك. سترى أن معاملات في المؤسسات الحكومية ذاهب أنك تقدم ورق بدل ما يقعد معك الوقت ساعات. سترى أن الأمور وكأنه كل الموظفين ينتظروا فيك ويريدوا أن يخدموك، وهكذا أمور تبدأ وكأنك أنت، نعم، خزائن الله ملأة. فالله خلق لنا، لكن احنا سخرنا أنفسنا للشيطان، عشان هيك الله لا يعطينا شيء. فسترى التسهيل بالمعاملات بكل شيء، سترى وكأن أمورك ميسرة. تبدأ تباعا، مش يوم أنا بقرأ سورة البقرة أبو أحمد شو ماذا يتكلم، لا، خلاص امشي سير واقرأ، اسمع الدروس، القفل الأول، القفل الثاني، القفل الثالث، القفل الرابع، عشان تفهم شو بيحكي أبو أحمد وكيف يتأتى. وفي هناك درس أين أقرأ سورة البقرة وكيف ابطل سحرك بنفسك، اقرأ، اسمعوا هذا الدرس مهم جدا. طيب، البيت بعد مد يهدأ، بيتك بعد أن ينعكر البيت يهدأ مع سورة البقرة. طبعا هذه الأمور مش موجودة في الاستغفار، مش موجودة في الاستغفار عشان نفهم. هاي سورة البقرة، احنا بنتكلم عن موضوع سورة البقرة. البيت يهدأ بعد المداومة على سورة البقرة. بعدها نفسك تهدأ في استسلام ورضا. شخصيتك انت فرض كلامك، يعني كلامك موزون، كلامك يعني كلامك حق، مش من شطارتك. هذا مش من شطارتك عشان تفهم، مش بتصير شاطر انت اشطر، لكن الله بيفتح عليك، فاهم؟ شخصيتك تصبح قوية وتكون سديد الرأي أكثر بكثير مما كنت في الماضي. إذا كنت في عندك حياء هيك خجل، لا تريد أن يسمعوا كلامك وكأنك بتخربط، هذا سينتهي وستبدأ تسمع كلامك
وسيبدأ عندك وازع داخلي يأمرك بالتكلم بما يرضي الله طبعا. رويدا رويدا سترى الحكمة تتدفق من بين ثناياك. بدأ ترى انك انت عمال تختلف عن ما كنت في الماضي. يعني ستجد انه من هذا، انا يعني من اين لي هذا؟ انا ما كنتش، انا عمري 40 سنة او 50 سنة ما كنت هيك. بمجرد اني اخذ سورة البقرة ولي سنتين او سنة ونص مع سورة البقرة انا قد تغيرت يعني عن جد. هذا يعني شيء، وكأنك تبدأ تنضج في نضوج فكري، نضوج ما في تسرع، ما في هكذا. هذا التخبط والتيه هذا ينتهي. نعم، البصيرة فوق ما تتصور. أبعاد الأمر مش من شطارة، في الشيء والشطارة، هذا الأمر عطاء من عند الله، هذه كرامة من عند الله يكرمك إياها جزاء لقراءتك لسورة البقرة. اقرأ البقرة فإن أخذ بركة وترك حسرة ولا تستطيع البطلة. فالبركة في كل شيء والحسرة على كل شيء، على كل شيء. ترك حسرة مطلقة ولا تستطيع البطلة والبطلة، نعم هم السحرة وكل شيء باطل ستحلقه حلقا سورة البقرة. مش بس السحرة، لما بتعيش مع الآية بتعرف شو معنى كلمة بطلة، بتعرف شو معنى حسرة. هي كلمة ممكن تفرد فيها 20 معنى 100 معنى كذا، تتكلم لما بتعيشها. إذا أنا بدي أشرب كاس مثلا شاي جديد، صانعين شاي جديد اسمه أنا عارف شو مسمينه، شاي الياسمين، وحاطين فيه زهورات وبهارات وكذا، وذقته وبدأت أوصف لك. ما بينفع إني أوصف لك، مش رايح تستطعم غير ما تذوق. فهمت؟ لما بتذوق تبدأ تفهم. لما تبدأ تقرأ، بس اقرأ بتكسر اقرأ نفس الكلام، نفس الشيء بيصير معك. عشان ليش أنا بقول مرات في تفلسف، وبطلب من الإخوة الذين يتكلمون عن سورة البقرة، الذين لا يقرأوا سورة البقرة ولا يقرؤون الاستغفار ولا يلزمون الصلاة على رسول الله، أن لا يتفلسفوا. تستحضر قلبك ولا تستحضر قلبك وتستحضر كذا وتأتي بكذا هذا كله كلام. قال اقرأوا، قال يا أن نقرأ. لو قال تفكروا لكان نقعد نتفكر. فخلي الكلام إن وجدنا والفضل كله لله ويتغير حالك والله سيسوقك إلى رضوانه. لما أنت بتعيش هذا الحديث اقرأ البقرة فتبدأ تعرف ما هي البركة. أنا كنت أفكر البركة $1 $2 والساعة ساعتين، ولا هو عالم آخر. هاي تفكير أولاد صغار. الأطفال الصغار هيك بيفكروا، الذين لا يقرأوا سورة البقرة ما بيعرفوش. هل هذا الكلام يأتي خلال أسبوع، شهر، شهرين، 3، 4؟ لا، هذا كل يوم يزداد علمك، كل يوم بتقرأ يزيدك الله. إذا جماعة أنا لا أزكي نفسي، بس أنا أفهمكم قديش الله جل في علاه بيعطيك كل ما زدت في قراءة سورة البقرة. إذا أنت بتسمع كلام من درس لدرس ترى في فارق، وكله مفيد، وكله وكأنك تسمعه أول مرة. والله مش من شطارة أبو أحمد ولا شيء. الله أبو أحمد ولا له علاقة في هذا الأمر شيء لي. الله فتح علي بفضل الله إني أقرأ. والله جل في علاه يعني ما هو الجميل إنه مش أنا بتكلم وش كلام يعني هيك بيطرب ذنيك. لا، جميل إنك أنت بتقرأ وتجد ما أقول. ما أنا بقول لك اقرأ فستجد ما تم، والناس بتعلق نعم وجدنا حرف. هذا هو الجميل. مش أنا عمال ألقي عليك شعر، مش عمال ألقي عليك يعني عمال أسليك. الذين أخذوا سورة البقرة حرف وجدوه. الذين أخذوا الاستغفار بالترتيب الذي قلته، وهذا ترتيب رباني يعني مطر مغفرة مطر مال وهكذا، ترتيب رباني يأتيك واحد اتباعا. وسورة البقرة كمان يأتي الترتيب تباعا. أعتذر الدرس بدي طول، الكلام مهم والجميل والأجمل من كل الكلام إنك عندما تأخذ سورة البقرة سترى كل كلمة نطق فيها أبو أحمد هي حق. مش لأن أبو أحمد شاطر، لأنه هذا ترتيب رباني.
وكل يوم بتزيد، انت بتجد نفسك في كلمة زيادة زادت عنك من امبارح، مش ناسيها انت مش ناسيها انت، وكأن الله ألقاها في قلبك. فهمت؟ كأن الله ألقاها في قلبك هذه الكلمة وهذا المعنى وهذا المعنى ومعنى جديد ومعنى جديد ومعنى جديد، حتى تصل انك انت عن جد وكأنك الفضل كله لله. واتقوا الله ويعلمكم الله. بس كيف بدي اتقي الله بدون سورة بقرة؟ لا يمكن. بتضل الأنا أكبر مني، بضل حب الظهور عندي أكبر مني، فما الضامن لي إني هذا الظهور والرياء والأنا هاي تنخسف؟ هي سورة البقرة من أفعالها قرص دواء بتشربه بتاكله، هذا قرص الدواء تبلعه، وهي تفعل الأفعيل. فهمت؟ مش أنت بتفعل، هي بتفعل. عشان تفهم، عشان تفكرش انك انت بتفعل، انت فقط تقرأ، وهذا توفيق كله من الله، هذا تيسير من الله جل في علاه. لانه كان همك الآخرة. لما كان همك الدنيا اخذك على الطاقة وعلى علوم الخزعبلات وعلى الطرق وعلى البدع وعلى ما خلى شيء، لانك انت بتدور على اشياء بدك تخلص حالك، بدك الملايين وبدك الدولارات وبدك الفلسفات، فالله باخذك على الفلسفات، ما انت اللي بدك اياته. من أراد الجنة فالله سيسوقه للجنة. نعم، قلنا شخصيتك ستصبح قوية وتكون سديد الرأي، يعني قوية بالحق مش قوية بالهبل. يعني من خشيه الناس لشره فليتبوأ مقعده من النار. لا، أنت سديد، أنت عندك حكمة، أنت عندك كلام يوافق كلام الله جل في علاه، يوافق سنة الرسول عليه السلام، يوافق كل شيء يوافق. نعم. طيب، حتى نعم ترى الحكمة. نعم، عندك نضوج فكري وعملي في كل شيء، أنت لست متهور. يعني قلنا بدنا نقرأ وبعدين نرجع. سورة البقرة نعم تعري كل من حولك من الأقارب والأباعد وكل شيء في حياتك، كل ستكشفه أمامك. إن في أغلاط في البيت والعياذ بالله، إن في خون حولك، كله تباعا، مش يوم ما قرأنا سورة البقرة صرنا نعرف كل شيء. لا، كل يوم يأتي شيء جديد، كل يوم يأتي شيء جديد، كل يوم تعرف شيء جديد، كل يوم. واتقوا الله ويعلمكم الله. التعليم مستمر، كل يوم أنت تزداد علم، كل يوم تزداد علم، كل يوم قرأت سورة البقرة تزداد علم، كل يوم أكثر وأكثر 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 وأكثر، ويفتح الله عليك. نعم، نرجع إحنا بس نفصل شوي قليلا في مواضيع مهمة. نعم. هي البوصلة سورة البقرة التي يعني من فضل الله أسرارها، يعني مش هي لا نشرك بالله والعياذ بالله، من أسرارها. وكان قرص الدواء ماذا يفعل كذا وكذا وكذا، وهي من أفعال سورة البقرة. وكان قرص الدواء هذا ماذا يفعل؟ هو بوصلة تأخذك إلى الله جل في علاه، إلى رضوان الله، وهي التي ستحاجج عنك. على ماذا تحاجج؟ يعني فكر بيش بدها تحاجج. ليش بدها سورة البقرة تحاجج؟ لأنها أغلقت عنك كل طريق باطل وفتحت كل طرق خير أمامك، فالباطل ما عاد يجي يركب عليك، يركب على هواك. بطل الباطل يركب، لا تستطيعها البطلة. نعم. أنا أتكلم كلمة قبل ما أنساها، إن عند قراءة سورة البقرة والإكثار منها إحنا بنتقيأ ونتقرح وإسهال وكل هذه الأمور، التعرق والتنمل والتعرق وكل هذا. أنا أقول والله أعلى وأعلم، هذه من الأسحار والعيون والحسود ومن كل حرام دخل إلى بطنك أو رأته عينك أو لمسته يدك. هذا الحرام سيطهرك الله بسورة البقرة، فتراه على شكل آلام. نعم، إن أحدكم ليشاك الشوكة، نعم، تحط من خطاياه. هذه الآلام وكأنه يدك ماذا بطشت يقتص الله منها، بطنك ماذا أكلت يتقيأ. فهمت؟ التعرق،
الذي دخل على لحمك من حرام لربما قروض ربوية، انت كاين ماخذ مثلا، انت كاين ماكل اشياء لا تحل لك، مش يعني انه انت تاكل والعياذ بالله خنزير، يعني فتت على دكان خضرة بدأت تاكل انت بدون اذن صاحب المحل واكلت، وهذا حرام الله سيحاسبك عليه. فبدأت مع سورة البقرة وكأنه يخرج من جسدك كل هذا عشان يكون انسان طاهر، مش فقط أصحار، والذي تتقيأه كمان من حرام دخل جوفك، منه تعرقت، منه نظرك، لربما الدموع هذه نظرت إلى حرام، وهكذا كل شيء. نعم، لسانك تقرحات مثلا في اللسان، تقرحات في الجسد، لمست، أكلت، دست، إجري تجعني، أوجاع، أسقام، مش فقط كلها أصحاب. أنا أقول والله أعلى وأعلم، هذا ليس قرآن منزل، لكنه هو القصاص الذي يريد الله أن يطهرك به، عشان تكون أنت إنسان. الله طيب، لا يقبل إلا الطيب، فتكون إنسان طيب. فهمت؟ فاصبر، اصبر وأنت على خير. إذا بدأ الله يعني يأخذ منك فيريد أن يطهرك الله، وإذا طهرك الله أبشر 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 وأنت مقلع مع سورة البقرة. فهمنا؟ هذا الذي تتقيأه والأمور وكله مع بعضه، هي نعم هي أصحار، وهي عيون وحسود، وهي حرام أكلته، لمسته، رأت عيناك هذا الشيء، نعم، فتراه تعرق، تنمل، أوجاع، أسق، هكذا مرض شديد. وكان الله نعم إن الحمى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هي نصيب، لا تسبوا الحمى فهي نصيب المؤمن من نار جهنم. فهمت؟ هذا الذي يعني، فبتقول ما بدأت أقرأ سورة البقرة وإذا انهالت علي المشاكل. الله يريد أن يطهرك يا أخي، اصبر 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 اصبر، أنت على خير. بدها الرجال، نعم نعم، فكر مليح. نعم أصحار تتقيأها وكل هذا، وكل حرام دخل إلى جسدك سيخرجه الله من هذا الجسد حتى يصبح طاهر من الأصحار ومن الحرام. فسورة البقرة هي البوصلة التي تأخذك إلى رضوان الله، تحبب إليك أعمال الخير، بتصير بدك فقط أنت مرضات الله، تبحث عن قراءة قرآن، تبحث عن الصلاة في جوف الليل، تبحث عن إعطاء دروس، تبحث عن حث الناس على الخير، تبحث عن شيء. طيب توك توك، أعوذ بالله، فيلم رعب، أعوذ بالله، ما عندي وقت، أنا وقتي ناقص، أنا 24 ساعة لا تكفيني باليوم، ما تجد إلا أن نمتحن النهار، ولكن كله في سبيل الله والحمد لله رب العالمين. يسوقك الله من خير إلى خير بفضل الله من سورة البقرة. طيب سورة البقرة تجعلك تضع إصبعك على الجرح الذي هو سبب تعاستك. طيب أنا لما بدي أتكلم بعدين، أنا ما عرفتش شو سبب التعاسة اللي كنا فيها بال2015. أنا لزمت الاستغفار، هذا بين. سورة البقرة تعري كل شيء، كل باطل عندك هيك بتبينه. يعني إذا أنت كنت عندك قليل من الغيبة والنميمة وترى إنها صغيرة جدا هذه الغيبة والنميمة، سورة البقرة ستجعلها هكذا صورة واضحة كبيرة جدا عشان تخاف منها وتتركها. فهمت؟ عندما ترى أن ذنبك جاثم على قلبك كأنه جبل فأنت على خير، وعندما يعني تستصغر الحسنة فأنت على خير وكأنك لم تفعل شيء، لكنك عندما تعظم الحسنة وتستصغر الذنب فأنت به عندك مشكلة وكأنك تمن على الله. يعني سورة البقرة هي المجسات التي تتفقد لك هذا طيب يريده الله أم لا يريده الله، هل هذا خير لك يا حجازي ولا مش خير لك؟ لا، بدنا نمر من هذه الطريق. ستجعلك تتكلم يعني بصلاة الاستخارة، أنا أجعلها دعاء، فكل شيء بدي أفعله أنا أسأل الله فيه، مش الله بقولنا إذا سألت فاسأل الله،
طيب أنا بضلني بتذكر هذا الشيء، ليش ما ينسينيش إياه الشيطان؟ فهذا موجود عندي أنا، كل ما بدي أفعل شيء يا رب أعمل كذا ولا أعمل كذا، يا رب أعمل كذا ولا أعمل كذا، هكذا وأنا أمشي خلص. أنا بدي أعمل أشتري هذا الموبايل ولا هذاك الموبايل، أنا بدي أشتري هذا الموبايل، لربما يجي مثلا غالي كثير ثمنه باهظ، خلص بطلت بدي إياه تاخذ هذا، أو لربما خلص هكذا أنا سألت والباقي على الله. سورة البقرة فيها الرضا، يعني أنا راضي، والتسليم بكل ما يدور من حولك. أنا راضي في رزقي يا أخي، بالأول وأنا مع الاستغفار، بعد ما يعني قضى الدين وهكذا مش راضي، بيضل الإنسان يبحث لماذا قريبي لا يشتري من عندي، لماذا هالقدي، لماذا أنا لازم أنقل محلي من كذا مكان وأتنقل وأتجول هكذا أبحث عن رزقي. نعم دائما عقلي في رزقي، عقلي مشغول في أمور. مع سورة البقرة هذا سينتهي، ستفهم إن رزقك عند الله، وستفهم إنه أنت إذا ما ياخذ في الأسباب الباقي على الله. سورة البقرة تجعلك تضع إصبعك على الجرح الذي هو سبب تعاستك، بدك تعرف بالضبط هي هذا سبب تعاستي. سأبين من خلال قصة الآن سنسمعها كيف إنه سورة البقرة ستبين إنه هذا ما هو سبب تعاستك. لسه بنسمع قصة إن شاء الله في هذا الباب. عندما كانت الأمور مخربطة، أنا بستغفر في شيء، وبقرأ سورة البقرة ما فيش إشي، لكن بسبب فضل الله الله بين لي أين الخلل. طيب سورة البقرة هي عقلك المدبر، يعني عندك نضوج كامل. كنت ولد صغير تلهث وراء هذه الدنيا، مش معناها انت ترمي الدنيا ورا ظهرك، لا تجعلها في قلبك. لا بدي اروح اشتغل وبدي فلوس وبدي اشتري ملابس جديدة وبدي اشتري سيارة مليحة وكل شيء، بس مش بقلبي، تحت اقدامي. مش بنضيع صلاتي وصيامي وحجي وبضيع الدنيا ديني على اساس انك انت بدي انا اشتري سيارة جديدة وفوت على الربا وهكذا. في نضوج، في تأني، فيش تسرع، ما في تسرع، خالصت. رجل متزن بفضل الله، يعني من فضل الله بسورة البقرة أنت متزن، الأمور تزان مظبوط. بدي أفتح مصلحة جديدة، أمور تزان مظبوط، مش تهور، مش أصير أفكر هكذا أفكر. أنا إذا ببيع باليوم $1000 يعني عندي $30,000، يعني عندي $5000 أجرات، بضل لي $25,000. ولكن الحقيقة كانت إن إحنا ندفع 25، نندان $25,000 ما تفوتش ولا $1 على جيبي. شفت الشيطان بيهول لك. مع سورة البقرة ما في هذا ما في، مش موجود هذا التهور وتعمل حسابات خزعبلات كلها. هيك كنا نعمل حسابات، أنا بطلع على الشارع الرئيسي بدفع إيجاري شوي أكثر، هذا يتطلب مني أني أبيع في اليوم كمان $100، هكذا نعمل حسابات. $100 شو يعني $100؟ يعني أشياء 2 مثلا ما نبيع 1000 شيء من الشكل، وبالآخر بخرب بيتنا. ووصلت الفكرة انه الشيطان بيسوي لك انك تصير مليونير على الشارع الرئيسي، فانت بتنقل محلك وبتسوي ترميم للمحل وبتفوت بضاعة مركن على البضاعة، انت مركن على المحل، انت مركن على الموقع، ما مركن على الله. وجئت بالبضاعة وجبت البضاعة طيب مليح، بدأت المضاربات، خرب بيتك في هذا المحل إذا كان عندك أرض بيتها شانه، وهذا الذي حصل معنا. طيب سورة البقرة عقلك المدبر، نضوجك الفكري، كشاف يعني الضوء فانوس، نور يضيء لك كل شيء، عتبة كل شيء إلا بتحبه ولا ما بتحبه. انتمائك السياسي، انتمائك لتيار إسلامي، إذا أنت منتمي لحركة، إذا أنت منتمي، حتى بتسمع أبو أحمد، حتى بتسمع أي واحد، مع سورة البقرة سينتهي هذا الأمر إذا كان في ضلال، والأكثر إذا جمعته مع الاستغفار. هذا الشيء بهي النقطة الحساسة، إذا اجتمع سورة البقرة مع الاستغفار لا يمكن أنك تمشي في ضلال، مش لأنك شاطر، أنت ولا شاطر ولا شيء.
سورة البقرة هي علم يتدفق من عند الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. سورة البقرة علم يؤتيك الله كلما زدت في قراءتها، كلما زدت في قراءتها أنت عمال تقترب. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. أن تصبح إن شاء الله ولي. لا يمكن أن تصبح ولي بدون سورة البقرة، هذا مما وجدته. أنا لا أقول إني أنا ولي، ليش؟ في شرط أساسي في حديث من عاد لي وليا، لا تستطيع أن تطبقه لوحدك بدون سورة البقرة. سنصل إليه إن شاء الله. هي السقطات هذه التي تشلحها. أنت لا تستطيع أن تشلح الإباحيات. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضت عليه. أنت بتقدر تصلي وبتقدر تصوم وبتقدر تحج وبتقدر تزكي، هاي الفرائض؟ لا، هاي قسم من الفرائض. الفرائض أن تنتهي عن الحرام، تنتهي عن الإباحيات. أنت مغموس فيها. لا أستطيع، أبكي. كم من تعليق قرأتموه يا أخي، أنا مغموس في الإباحيات، مغموس في الأمور الذنوب الخلوات، لا أستطيع تركها، أبكي عليها ولا أستطيع، كل يوم أقع فيها. مغموس في كرة القدم، يعني مستعد انك تعادي الدنيا عشان كرة القدم او مشاهير وكلامك بالليل والنهار. مغموس في الميسر، مغموس في الأنا والحب الشهرة، مغموس في قراءة كتب بس عشان يقال عنك، مغموس في أمور لا تمت لدين الله بشيء. الشهرة، قطيعة الأرحام، بدك تنصر لنفسك، حاقد حاسد، لا تستطيع يا أخي. أنا والله يعني صراحة هذه النقطة أسأل الله العلي العظيم أن يصل هذا الدرس لمشايخنا، مشايخنا الكرام. والله يا جماعة، الشباب، البنات، بس من كان همه الآخرة، فمن كان همه الدنيا سيضله الله. ومن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، هذول سيضلهم الله. من كان همه الدنيا يجعل الله فقر بين عينيه وشتت الله عليه أمرين، مش رايح يهتدي سبيل. لكن من كان يتعصر ألم بده يهتدي إلى الله سيهديه الله. نعم. الذي غرقان يعني ما احنا بدنا نحقق انه شرط الاستجابه الدعاء ما هو قلنا نصل يعني يصير ولي انا امر السماء تمطر فتمطر، لا، مش هذا الكلام. لا، أنا بدي أصبح إن شاء الله إذا قرأت آخر آيتين من سورة البقرة تكفيني. إذا كان أجاني رمضان وسألت الله فإلي كل يوم دعوي يستجيب، ويوم ليلة القدر يقدر الله مقادير، وإذا دعوت الله يوم الجمعة في دعاء يستجيب، وإذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل يستجيب، وإذا خرجت من بيتي، وفي حديث من خرج من بيته وقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بدي أصل لهون أنا بسورة البقرة، أنا لهون ده أصل. من خرج من بيته وقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قيل له وقيت وكفيت وتنحى الشيطان عنك. نعم، من قرأ آخر خواتيم سورة البقرة كفتاه. نعم، من قرأ من لزم الاستغفار، من عمل كذا، من عمل كذا، كل هذه الوعود سيراها. لكن متى؟ ما هو الله لا يعطينا ولا شيء، لأنه أنا لا أستطيع ترك الإباحيات وأبكي والله يعاقبني عليها، وأنا لا أستطيع ترك الميسر. ناس مغموسة في الميسر، توتو لوتو سبارتوتو، هاي الأشياء كلياتها. نعم، في ناس غيبة ونميمة لا تستطيع، في ناس مغموسة في سقطات ذنوب خلوات، في الغيبة، في السب، في أكل الحقوق، في الركض وراء هذه الدنيا، لا تستطيع تركها. شو المشكلة؟ طبعا كيف بده يستجيب الله لما أنا لا أستطيع؟ ما هو من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. يعني اللي بده يعادي هذا الولي، اللي بده يصير ولي، يصبح ولي الله اللي بده يحارب عنه. يعني إذا واحد سبك سيمحقه الله، إذا واحد أذاك الله سيزيله من طريقك أبدا أبدا، وقد يأخذ وداعته، يعني قد يتوفاه. والله إلى هذه الحد لا يمكن أن يقترب من هذا الشخص، رجل أو امرأة، شخص، إلا ينتقم الله منه شر انتقام. ليش؟ من عاد لي وليا. لكنها في شروط. الشرط هو في الفرائض، مش فقط الصلاة والصيام والحج والزكاة. الفرائض أن تنتهي عما حرم الله، هذه التي يسقط فيها الكل، والأغلب كلهم يسقطوا. يكفي الرياء، يكفي الأنا، يكفي إنما أوتيته على علم. قد يكون عالم وشيخ ما شاء الله،
إنسان محترم ما شاء الله، بس عنده لا يستطيع تركها. نصب نفسه مثلا يزكي نفسه، يزكي الناس، وهذا يعمل يزكي، وهذا يعمل كافر، وهذا يعمل أكرم. فهمت؟ طب كيف بدها تترك؟ هنا يأتي دور سورة البقرة. ليش؟ لأنك أنت قرص الدواء، قلنا تبلع قرص الدواء، أنت تقرأ سورة البقرة فهي تنظم هذه الأجهزة، هذا عقلك المدبر، نضوجك، قلنا المجسات التي تتفقدك، انك انت عمال تقترب الى الشرك، هيك بتسوي لك ابتعد ابتعد ابتعد، هكذا تفتح لك سورة البقرة، ابتعد، انت عمال تقترب الى حدود الله، انت صار عندك في نوع من الكبر، انت اسأت الادب مع الله في هذه الكلمة التي قلتها، ارجع تراجع. انه كان أواه أحد الأنبياء، إنه كان أواه منيبا. نعم، مباشرة يتراجعوا، مش بالشطارة، ما هي من أفعال سورة البقرة. بعدين شلح هذه السقطات، شايف كيف تمسكت بك هذه السقطات هكذا؟ يا الله 41 دقيقة. تمسكت فيك هذه السقطات هكذا، عندما تقرأ سورة البقرة تبدأ تتفكفك لوحدها. مفهوم الرزق، السقطات ستشلحها. شو بكمل الحديث؟ من هذا لي فقد أذنت بالحرب، ما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضت عليه، فأنت ستأتي بكل ما فرضه الله عليك، هين عليك، تركت السقطات وأقبلت على الله، وصار عندك حب العبادة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، بتصير تحب الطاعات، قراءة قرآن، استغفار، ذكر، الصلاة على رسول الله، كل هذه الطاعات، صدقات، إنفاق، بتصير تحبها، تعشقها. هذه الأمور حتى أحبه، هاي فاتت على حب الله، الله بيحبك. فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصري الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألنا يا ربي، هاي كل يوم في رمضان دعوة يستجيب. ولئن سألنا أعطينا، والاستعاذني أعوذ بالله من هذول شرور هذا القوم فسيعيذك الله، وإن استعنت بالله سيعطيك الله. وسترى معية الله في كل شيء، وستبدأ تعرف كيف تتعامل مع الله، وستبدأ تعرف مش انت مش شاطر ولا انا مش شاطرين احنا، هذا عطاء، هذا عطاء من عند الله. ستبدأ تفهم مفهوم الرزق. هذا مليونير وانا مالي، هذا معاه 5 سيارات مرسيدس وانا ما عنديش سيارة مرسيدس، ما عنديش، بعرف شو كيف بيركبوها، ما دخلنيش، مش همي، مش هذا همي. هذا معاه فلوس، لابس مش همي، هذا مش همي. همي مرضات الله، أقرأ سورة البقرة، أختم سورة البقرة، أستغفر الله، هل هناك سر بيني وبين الله لا زال قائم؟ هذا لا همي. همي إني أنا هل لا زال السر الذي بيني وبين الله قائم؟ فهمت؟ فسورة البقرة هي عقلك المدبر، هي التي تأخذك إلى رضوان الله، هي التي ستربط على قلبك، وكأن السكينة تتنزل عليك وأنت هادي ومطمئن، وما شاء الله بتعرف رزقك ورزقك مكتوب، حتى لو كان قليل، حتى لو كانت أمورك معطلة أنت راضي. افهم مليح، حتى لو أنك أنت لا، يعني أنت عمال تقرأ، لا تقرأ للدنيا، إن كان هم الدنيا أنا أقرأ تقربا إلى الله. في وعود، في بعض الأحاديث في وعود، الوعود ستأتي. فعندما أنت كان عندك تشوف سورة البقرة والمثلا الأرزاق، تقول أنا مثلا لزمت سورة البقرة والله فتح علي ورجع شغلي. طيب ما أنت لأنك أنت كنت مذنب، أنت مذنب، فسورة البقرة أدبتك فتركت الذنب، فالله فك المنع عنك. فهمت؟ هاي الآن صرت تستطيع أن تترك الإباحيات والغيبة والنميمة مع سورة البقرة. بالماضي لا، لأنه لا تستطيع. الباطل لا يجتمع مع سورة البقرة. قارئ سورة البقرة لا يجتمع في قلبه هذا الكلام، وإذا كان يقرأها عليه أن يقرأها كاملة داخل البيت مرة واحدة كل يوم بصوت يسمعه. هذا الذي وجدته كل يوم بعد أن يختم الأقفال 4 يسمع هذه الدروس. عليك أن تقرأ سورة البقرة في البيت من المصحف
مرة واحدة كل يوم كاملة من المصحف بصوت انت بتسمعه. مفهوم الرزق، حسن التوكل، وحقيقة التوحيد مع سورة البقرة. ليش؟ لانك انت بتقول انا فاهم الرزق، الا رزقي مكتوب بطني، بتروح بتجيب قرض ربوي وحاسد لجارك وبتنظر الى غيرك وبقول انت بتقول رزقك الله كاتبه ببطن امك، يعني فيش حد بده ياخذه، طب ليه حاسد؟ سورة البقرة ستحلق الحسد وستحلق الغيرة وستحلق الأنا وستحلق كل شيء من قلبك تباعا، مش يوم واحد. هذا الذي في صدرك كل الأمور التي تريدها، نريد سيارات وبدي عقارات وبدي زين الناس حب الشهوات من النساء وزين الناس حب الشهوات من زين الناس حب حاضرا زين للناس حب الشهوات من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث كل متاع الدنيا. زين سترى إنه زينة ولا تريده، لا تبحث عنه ولا تلهث وراءه مع سورة البقرة. فأنت ستكون إنسان مستقيم هادي راضي مطمئن، قلبك مطمئن راضي، عقلك في مرضاة الله، تراقب الله، عندك مجسات مراقبة لله، أنت على ألف خير مع الله، أمورك مرتبة مع الله، مراقب، تعرف الحلال من الحرام، تزين. نعم الميزان هين عليك أنك تزين، هين عليك أن تترك الحرام، ما بتحب الحرام، كرهت الحرام. نعم عرفت ما هو الحرام وما عرفت أين الداء، بدأت تداوي هذا الداء. الآن بالنسبة للاستغفار، يعني أعتذر طال الدرس، أنا مرضت في 28/7/2021 أظن 28/7 نعم مرضت في كورونا. كنت 8 أيام في العناية المركزة، كنت أقرأ سورة البقرة. مرضت في كورونا وكنت بين الحياة والموت وكنت أقرأ سورة البقرة، يعني ما، وكان عندي بروستات، وكان عندي مشكلة في النظر، وكان عندي أوجاع في اليدين، وكان عندي أمور، كان عندي تعطيل، لا زال التعطيل مستمر، كان في تعطيل نعم، لكن نفسي مستقرة، عقلي واعي، فهم كبير، راضي، مستسلم، مسلم الأمر لله، ما في إشي ضاغطني. افهم مليح، فهمت؟ في رضا مهما كان، في رضا. الشغل عندي خفيف، أنا راضي، أموري مش معطلة، حياتي طيبة، ليح وصلت. في عيد الأضحى، أنا تكلمت 28/7/2021، كان عندي كورونا وكنت بين الحياة والموت. فسورة البقرة من ناحية الأمراض ما نفعتني، عشان تفهم يعني، فهمت؟ ما فيهاش وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ما فيهاش، فهمت؟ في السنة يعني عيد الأضحى اللي ورا مباشرة بعد سنة بالضبط، أنا كمان مرة كورونا، كان معي الاستغفار، مر علي كأنه أجمل عيد مر في حياتي، كان هادي جميل، فيش أوجاع، فيش عوارض الكورونا إطلاقا. هاي تذكرتها الآن والله، لما حطيت النقاط هاي تذكرت إنه مر علي كورونا وأنا مع سورة البقرة لوحدها، ومر علي كورونا وأنا مع سورة البقرة والاستغفار، فكانت رحلة جميلة جدا جدا الكورونا مع الاستغفار وسورة البقرة، وكأنك في حلم. طيب الاستغفار طبعا وجدنا منه قضاء الدين. أول شيء المطر دلالة الاستغفار مغفرة الله. بعد ذلك والله الترتيب الذي كان موجود في سورة نوح وجدته واحد تلو الآخر تباعا بالترتيب وبالترتيب في 2022، بالترتيب بال2015 وبالترتيب بال2022. انا اخذت تركت بال2015 الى 2022 بعد رمضان، عودت اخذت الاستغفار، وكان الاستغفار المرة الثانية مع سورة البقرة.
فكان عندي أنا 2015 استغفار ما كانش فيه سورة بقرة. 28/9/2019 ل 2022 كان سورة البقرة لوحدها ما كانش استغفار. في رمضان 2022 إلى يومنا هذا جمعت الاستغفار مع سورة البقرة عشان تفهم، عشان هيك بينت واضحة شو كل شيء. فالاستغفار جاء بالمطر بالمرة الأولى والمرة الثانية، جاء بالمال بالمرة الأولى بالمرة الثانية وحتى بنفس المبلغ. طيب الأولاد بالمرة الأولى والمرة الثانية. الأولاد الحمد لله فضل من الله، وهذا كلام أنا أقوله الآن. الله يرضى عليها بنتي بالمرة الأولى بسبب الاستغفار الحمد لله رب العالمين. المرة الثانية أنا أولادي 2 الحمد لله مع بعض، الله رزقهم مع بعض حمل بدعوة بفضل الله. نحن لازمنا الاستغفار. فكان هناك أولاد وهي رجعت الأولاد. المال جاء، المطر جاء، الأولاد جاءوا كما وعد الله. والله على ما أقول شهيد، والله على ما أقول شهيد. فالأرزاق والأموال مع الله بالاستغفار. طيب شفاء من عدة أمراض مع الاستغفار. طبعا أنا عندما جمعت سورة البقرة مع الاستغفار بعد المرة يعني بعدية 2022 بعدية رمضان بدأت أمور كثيرة تنحل معي من المشاكل الصحية. أنا طبعا إحنا في عنا تعليقات بالآلاف التعليقات، أمراض كانت تخص أولاد. يعني ابني مثلا عندك رضيع فالله يعاقبك في رضيعك، فالله عندما تستغفر أنت يشفى رضيعك. فلان الله يشفيه. عندك أمك أنت غلبان في أمك وأنت اللي بتستغفر الله يشفي أمك. والذي لازم الاستغفار شفاه الله ورزقه الله وأعطاه الله. ومن شمر أعطاه الله، من شمر واجتهد أعطاه الله. فالأرزاق والأولاد والأموال والتمكين والقوة والصحة كلها بالاستغفار. وإن جمعتهم مع بعض فهذا التدبير والعقل والعلم والقوة والتمكين وكله شيء، كل شيء سيكون أنت عندك القوة العقلية الكاملة مع القوة المادية الكاملة بإذن الله تعالى. لكن مش يوم ابحر امشي يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام في هذين الأمرين، ولا تترك القرآن، لا تترك، ما مشان ما حدا يفوت علينا ويصطاد بالماء العكر. هذا ما وجدناه. طيب أنا عندما جمعت الاستغفار مع سورة البقرة، طيب علم من عند الله، ترى إنك وكأن الله جل في علاه بيفتح عليك في العلم، بيفتح عليك كلامك مؤثر في اللي يعني لك قبول بإذن الله تعالى. ترى إن الناس تأخذ بما تقول، تجد ما تقول، هذا الجميل، تجد ما تقول مش فقط كلام يطربوا به، لا يأخذ يستغفر. والله تغيرت أمور، بدأت تتغير، أمطرت السماء بالصيف، حتى بالصحاري جاءني مطر مبلغ من حيث لا أحتسب، والله كان عندي مرض، كان عندي شفاء، هكذا بدأت ترى إن الأمور عمال تتغير. فهمت؟ فهذا جمال عندما تمزج الاستغفار مع سورة البقرة. لكن في ترتيب يا جماعة، مش اللي يعني لا تأخذوا سورة البقرة مع الاستغفار الآن. قلت لكم 2015 كانت الاستغفار، بال 2019 كانت سورة البقرة، في مدة زمنية بيناتهم. عيش آية واحدة اختمارها انتقل للآية الثانية، لا تستعجل، انت على خير. بالاستغفار سيعطيك الله كل شيء. لكن الحافظ للدين، شوف كيف أنا ضوعت الاستغفار وكل شيء بال 2015. نعم، لما نسبت الفضل لنفسي. تذكروا لما قلت سألوني الشباب بعد ما أعطيت هذه الدروس وكل هذا، من أين لك هذا يا أبو أحمد؟ هذا اجتهادي، فأطفأ الله كل شيء. لكن مع سورة البقرة أنت صاحي، أنت مراقب. هاي الكلمة لا يرضاها الله. يفتح الله عليك أبواب وآفاق أنك أنت مراقب بإذن الله تعالى. مفهوم؟ فسورة البقرة هي الحافظ للدين. الاستغفار مش حافظ للدين. الاستغفار أنت تردد فأنت خامد لهذا الشيطان مخنسه. والله بيعطيك، ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فيش عذاب، لا في أوف ولا في تعب، لا نفسي ولا شقاء ولا أي شيء. مع الاستغفار ما فيش، بس إيش؟ استمرارية، بنزين
كلما كان تنك البنزين بالاستغفار مليء فأنت على خير، إن تركت خلص البنزين وقفت السيارة. مفهوم؟ إذا تركت الاستغفار يعني هو وقود قربك من الله أو رزقك أو حياتك الطيبة، فإن تركتها ذهب كل شيء. قالت لي كاتبت التعليق كنت استغفر عشان يعني الله يرزقها العريس، فجاء العريس، تركت الاستغفار تركني العريس. نعم، الذي شفاه الله من مرض ترك الاستغفار سيعود إليه المرض. مفهوم؟ فخلينا احنا فاهمين. طبعا أنا لربما بدها حلقات وحلقات حتى أبين ما الفرق، كيف نجمع بينهما، ما الذي وجدته. ستسمع مني كلام آخر إن شاء الله. فإن أنا عشت الاستغفار لوحدي، نعم سيقضي الله عني ديني، سيزيل الله عني همي، هموم عرفتها وهموم لم أعرفها، لكن ممكن أغلط في كل دقيقة، ممكن أغلط في كل دقيقة، ممكن أسيء الأدب إلى الله في كل دقيقة. ما فيش عندي ضامن، ما فيش عندي إلا إني أنا إذا كان عبادتي مش مشغل حالي أكثر من اللازم في العبادة، كما كنت أنا بال2015، فكنت مشمر بكل صلواتي في المسجد، قراءة قرآن، استغفار 30,000 استغفار، صلاة على رسول الله، يعني صدقات، دروس، حضرة دروس، مشغل حالي كل الوقت في عبادة الله. لكن إذا تعطل شوي العبادة مثلا خلاص ترجع على سابق عهدك. مع سورة البقرة لا، سورة البقرة بعد ما بينك إنك تكسر القفل الثاني فيها أنت على 1000 خير. عشان هيك سورة البقرة في لها أقفال، في لها مراحل. من قرأ سورة البقرة ولم يجد كلامي فليقرأ سورة البقرة كما بينت بأقفالها الأربعة. قلنا سورة البقرة ممكن انك تفكر لك تعطيل، انت كنت مصر على ذنب مثلا معين، مصر على ذنب معين، سورة البقرة كشفت هذا الذنب لك، انت ما كنتش عارف انه هذا ذنب كبير الله بيعاقبك عليه، فكان يهون عليك تترك هذا الذنب، ففتح الله عليك الارزاق، عادت الارزاق. فهمت؟ فلربما يجي واحد يقول انا كانت اموري معطلة والله بسورة البقرة فتح علي، بقول لك انت كشفت الذنب الذي كنت تقترفه فتركت هذا الذنب اللي هو السبب التعطيل. نعم، الله يعاقبنا بذنوبنا، فهذه الذنوب يحولها أمراض وأسقام وتعطيل وأسحار وكل هذا. وعندما نتوب إلى الله من ذنوبنا ولا نستطيع أن نتوب منها إلا بسورة البقرة. مش بقول لك استعين بصديق، هي أكبر من صديق. سورة البقرة هي أكبر شيء ممكن أنت تستعين فيه بعد الله جل في علاه. هي يعني وكان الله أعطاك إياه هي تستعين فيها. قال لك ترك حسرة، أخذ بركة في كل شيء، ترك حسرة من كل شيء. كل شيء ستتحسر إذا أقبلت عليه. لا والله، لو زواج متجر، أجيت تفتح متجر، أجيت تسافر على بلد، أجيت تتعلم موضوع، أجيت تنتمي إلى حزب، إلى تيار سياسي، تيار إسلامي، بدون مع سورة البقرة سيهديك الله. بدون سورة البقرة ستظن إنك على خير، ستظن إنك على خير، وسيمضي العمر وأنت تظن إنك على خير. مسكين، لأنه إحنا لا نجيد التدبير يا أخي، نحن لا نجيد التدبير، الله يدبر لنا. وبسورة البقرة هي بفضل الله وكأن الله. اقرأوا القرآن، اقرأوا الزهراوان، اقرأوا سورة البقرة وآل عمران، فإنهم يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهم فرقان من طير صواف يحاججان عن صاحبهما يوم القيامة. فإن شاء الله سورة البقرة هي عقل، هي فهم، هي رضا، هي تسليم، هي هدوء، هي شلح لهذه الذنوب، شلح السقطات، تسليم بالرزق، مفهوم الرزق فهمته، حقيقة التوحيد، حلقت منك الأنا، حلقت منك حب الظهور، حلقت منك الرياء، حلقت منك الحسد والغيرة والبغض والكره. بدأت تعود إلى يعني محب لهذه الأمة، تنام قرير العين، تدافع عن الحق، فقط عن الحق، لا تنتصر لنفسك، لا والله لا ننتصر لأنفسنا ولكن للحق وفقط الحق، ولا نقول بإذن الله إلا ما نحن إن شاء الله على حق. نعم. والاستغفار هو أرزاق، ترزق يعني. طبعا لا تذهب إلى
ستضيع كل الأرزاق أنت بدون سورة البقرة. يعني بالاستغفار ستضيع كل شيء بدون سورة البقرة. ف رويدا ستجد نفسك انك انت مغموس تشتغل تقرأ سورة البقرة، حافظ راضي 20-30 سنة من التيه ينقضوا بأشهر قليلة، يتغير حالك من حال لحال. ولا عندما تغير البوصلة وظن يعني البوصلة انه يكون همك الآخرة مرضاة الله، تراقب الله، بدك سيرضيك الله. والرضا لا يكون بدون سورة البقرة، والولاية لن تكون بدون سورة البقرة، ومعرفة الله جل في علاه لن تكون بدون سورة البقرة. والآيات الحسية موجودة طبعا في الاستغفار، أكثرها في الاستغفار وفي سورة البقرة. وقلت لك هذا الذي تتعرق وتتنمل والتقيؤ والتعرق والإسهال هذا كل الذي يخرج من جسدك من أوجاع وآلام وحرارة وكل هذا منه العيون والحسود والأصهار والأعمال، وكل حرام أكلته ودخل إلى جوفك يخرج منك، وكل ما اقترفت يدك يعني وكأن الله يطهرك من كل شيء. فهمت؟ هذا هو. عندما تمزج سورة البقرة فأنت عقل ومال، عقل وقوة، مش عقل فقط بدون قوة، نعم، تدبير وتمكين. مع سورة البقرة واستغفار تدبير وتمكين، نعم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، نعم. ويا قوم استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فالاموال والبنين هي مال وبنين صحيح، ولكنها كمان مدد في القوه والتمكين كما مكن الله جل في علاه لبني اسرائيل. وسوره البقره صاحب سوره البقره لن يقترب منه الباطل، عنده قراءة في القلب لمن يتكلم من حوله، سيعرف إذا هذا يتكلم كلام يعني هذا عنده حرقة على الدين ولا كلام يخرجه من فمه، من مجرد كلامه سيعرف. يعني سيدنا عثمان رضوان الله عليه قال يوما: ما لي أرى أناسا يدخلون علي وفي أعينهم أثر الزنا. يعني شوف فراسة المؤمن يا سارية الجبل سيدنا عمر، نعم. المؤمن كيس فطن، عنده فراسة، المؤمن يرى في نور الله. فهذا كله إن شاء الله تباعا شوي 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 سيصبح مستجاب الدعاء. وعندما يسأل الله في كل حديث سيعرف يتدبر هذا الحديث، مش فقط أنا أردد من دعا بدعاء سيدنا أخي ذنون يستجيب الله له، فأنت تذهب تدعو في هذا الدعاء لا يأتي منه شيء. أصحاب سورة البقرة سيعرفوا كيف يتعاملوا مع هذا الحديث ومع الحديث الآخر ومع الحديث الآخر، والفضل كل لله وكل لا يأتوا من سر بلغوا عني ولو آية. أن نعيش الحديث، نعيشه، مش فقط نقرأ ونكرر 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 يوم يومين شهر شهرين حتى هكذا يشع أنوار هذا الحديث الذي قال مثلا من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. ستعرف بعدين بعد شهر شهرين 4-5 أشهر مكرر سترى ما معنى هذا الحديث. أما أنك تفرد لي كلمات هذا كلام، هذا كله كلام. جزاكم الله خير. أنا بدي أسمع هاي القصة وننهي فيها. أعتذر على الإطالة. نعم، فرق الاستغفار هو أرزاق وشفاء من الأدواء من أمراض. الصراحة الشفاء جاء معي طبعا كل همك تعلم ولا لا تعلم في الاستغفار. الهم الأكبر الذي مشغل بالك بده صلاة على رسول الله. الهم الأكبر، أنا عندي هم بدي أتزوج، أنا هم بدي أدفع دفعة كبيرة، ضاع مني شيء، عندي هم كبير، هذا بده صلاة على رسول الله. فهموم كثيرة بدها الاستغفار. في شيء لا أعرفها، أنا كان عندي مشكلة في النظر وتركتها، وكان عندي مشكلة بروستات وعمال أخذ دواء،
ولكن تركها. في عندي هموم أخرى، وكان الله شفاني من كل هذه الأشياء، وأنا هذه هموم ما كنت يعني واقف لها على الدقيقة، يعني كل وقت فيها، ولكنها هم، فشفاني الله بالاستغفار منها. وهذا العذاب اللي انت متخبط هذا سينتهي عندما يجتمع مع سورة البقرة، سينتهي كل هذا. يعني أعتذر إطالة، لازم أخذ القصة عشان أنهي فيها. انتبه للربا، انتبه. ونبدأ على بركة الله نسمع هاي القصة وننهي هنا. أظن أني إن شاء الله وصلت. الكلام طويل يعني. لا تنسوا في على القناة أقفال سورة البقرة الأربعة، القفل الأول كمان هاي دروس، والقفل الثاني درس ثاني، والقفل الثالث درس ثالث، والقفل الرابع، ومختصر الأقفال الأربعة، وماذا نجد من كل قفل إن شاء الله. هي مراحل يعني، وستجد الأمور كيف تأخذ فكرة كاملة عن سورة البقرة وعشان تعرف شو الفرق بين الاستغفار وسورة البقرة. فالاستغفار هو المنع، الله يعاقبك على ذنوبك فأنت تستغفر عن هذه الذنوب عندما تتوب. طبعا تتوب من الذنوب، هذه القصة بتتكلم عن أنه ما فيش توبة، فعندما تتوب وتلزم الاستغفار سيفتح الله لك كل شيء ويبطل عنك كل تعطيل. سورة البقرة عقل، فهم، وعي، سيادة، ريادة، قيادة، ولاء لله، موالي، يعني أنت في معية الله، الله معطيك، الله مستجيب لك بالدعاء، أنت قريب. نعم. فعندما تشمل الاثنتين مع بعض ما شاء الله تبارك الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا متتبعي أخونا محمد حجازي ولو آية. حياكم الله. قصتنا اليوم للسيدة أم محمود من مصر، تروي قصتها المؤلمة والتي فيها مجموعة من ربما الفواصل لهذه القصة. أختنا أم محمود فقدت ابنها الشاب البالغ من العمر 27 سنة في حادث سير. بعد هذه الحادثة انقلبت حياتها رأسا على عقب. تروي قصتها لي وألامها وكيف تحولت حياتها تماما وكلية بعد هذا الحادث، حيث أنها بدأت تبحث أخيرا على الله، أو تبحث أين هو الله وكيف تعبد الله. تقلب هذه الانترنت وإذا بها تلتقي مع إحدى حلقات أخونا محمد حجازي يتحدث فيها عن سورة البقرة ولزوم الاستغفار. حلقت أختنا بأخذ سورة البقرة التي هي كانت قد أخذتها من قبل حقيقة بعد الحادث، وحاولت أن تلجأ إلى الله أكثر. وتقول أختنا أم محمود أنها الاستفاقة الكبرى، وأنها علمت أن هناك الله وأنها تحت العقاب، ولكن بالتقائها بإحدى حلقات أخونا محمد حجازي تبين لها الأمر أكثر فأكثر، والتزمت بسورة البقرة وأخذها الاستغفار بأعداد كبيرة وكبيرة جدا. كانت تستغفر ولا تزال ما يفوق 30,000، ولها مع سورة البقرة تقرأها مرتين وثلاث وأربع مع الكثير من الأذكار الأخرى وتاج الذكر. تقول أختنا أنك مشاكل لا تنتهي العقاب، ولكن بالتقائها بإحدى حلقات أخونا محمد حجازي تبين لها الأمر أكثر فأكثر، والتزمت بسورة البقرة وأخذها الاستغفار بأعداد كبيرة وكبيرة جدا. كانت تستغفر ولا تزال ما يفوق 30,000، ولها مع سورة البقرة تقرأها مرتين وثلاث وأربع مع الكثير من الأذكار الأخرى وتاج الذكر. تقول أختنا أنها تعاني، لا تدرك لماذا هذه المعاناة، لماذا ألمها لا يزول، لماذا هناك مشاكل لا تنتهي مع الزوج. بينما نحن نتبادل أطراف الحديث في إطار استشارة عادية. يعني بس ألفت انتباه، كانت عندنا قصة مشابهة لأخت متكشفة تشتغل في فندق وتلبس يعني لباس متكشف وهكذا، وكان عندها نفس المشكلة. نسمع هاي الأخت شو مشكلتها. نعم. بالاستغفار كل تعطيل سينتهي إن شاء الله، لأنه التعطيل سببه ذنوب. إذا بأختنا أم محمود تتكلم عن شيء اسمه الربا، بعد طبعا ما طرحنا عليها مجموعة من الأسئلة حول هل حجابها كما يجب، هل علاقاتها
هل هناك في صلة الرحم ما يشوب؟ هل هناك في الأخلاق، في الرزق، في إلى آخره؟ فقالت أن هناك بيت قد بيع ووضع المبلغ الذي بيع به البيت في بنك ربوي، وهكذا صارت العائلة تعيش على هذا الدخل الربوي الشهري الذي يأتيهم كل شهر، وصار يعني مأكلهم ومشربهم وكل ما يلزمهم دخل فيه الربا. وبالتالي بين المشكل أين هو، فإنها العلاقة مع الله غير سليمة، والله يريدنا يعني بكامل صفائنا، لا يريدنا بهذه الشبهات وبهذه الويلات. الله سبحانه وتعالى قد توعد من يتعامل بالربا وقال جل في علاه: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فنريد أن ربما يعني نسلط الضوء على هذه النقطة. الربا شيء محرم وشيء لعين، وإنه كالسوسة التي تنخر جسد هذه الأسرة بأكملها. تقول السيدة أنه ليس لهم يعني حل آخر، ليس هناك حل آخر. وتقول أنه سبحان الله هذا المال الربوي كل ما يدخل إلى البيت يعني تخرب أجهزة، يمرض أحد أفراد العائلة، نصرف مصاريف يعني كبيرة وكبيرة جدا، وهذا المال لا بركة فيه. إذن ليس من المعقول أن يبارك الله في حرام. الله طيب يحب كل طيب كريم ويرزقنا من حيث لا نحتسب، ولكن نحن ضعفاء، ليست لدينا هذه الثقة التي يجب في الله سبحانه وتعالى. فنعتقد أن الرزق إذا لم يكن من هذه الجهة فلن يكون من جهات أخرى، والله رب الرزق والأرزاق، وخزائنه ملأ خزائنه سبحانه جل في علاه لا تنفذ. هذه قصة أختنا أم محمود التي رغم استغفارها وقراءتها لسورة البقرة واحتسابها على هذا الزوج الذي لا يقبل النصح، في الحقيقة الزوج هذا لا يقبل النصح، وتقول سبحان الله بعد يعني مداومة طويلة للاستغفار، تقول أم محمود: الحمد لله بدأت أمور كثيرة تنجلي فيما يخصها هي وليس فيما يخص زوجها. وتتساءل ما الأمر بالنسبة لزوجها، فقلت لها أن زوجك تحت عقاب وسيبقى تحت العقاب ما دام مصر على هذا الربا ويقتات من مال حرام حرام حرام. وأما هي فبدأت تنجلي لها الأمور، وبدأ ينصرها الله ويعيد لها الكثير من حقوقها وكرامتها وعزتها. والله الذي لا إله إلا هو ستستمر بإذن الله. لو استمرت أختنا أم محمود سينصرها الله أكثر، وسيرزقها الله من حيث لا تحتسب، وبحيث تستغني كلية على هذا المال الحرام. هذا جزء من قصة أختنا أم محمود. نلقاكم بخير. السلام عليكم. جزاها الله خير. أختنا أم رفيدة هي مسؤولة عن جروب النساء على التليجرام. الروابط ستكون في التعليق الأول إن شاء الله على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. على الفيسبوك لا أستطيع أن أضع، هذه حلقة طويلة أكثر من 35 دقيقة لا يكون صوت. نسيت أن أقول سورة البقرة فيها شيء يدفعك إلى أن تبلغ آية، أن تتكلم عن الله، أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر الذي هو سبب استجابة الدعاء. لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر وليشيكن الله يسلط عليكم عذابا لا يرفعه تدعونه فلا يستجيب. فسورة البقرة ستدفعك أن تتكلم. وب 2015 أنا كنت أحفظ في سورة البقرة، وصلت إلى الصفحة 27: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وهذه يعني من فضل الله علي بسورة البقرة أن دفعني كمان مرة لأعطي هذه الدروس وأبلغ هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين. نعم، هذه قصص لا تنتهي. نأخذ هذه القصة الأخرى إن شاء الله عن الاستغفار، كيف يشفي الله فيه الأمراض. نعم، الأمراض بالاستغفار. ما كان الله معذبهم يستغفرون. الديون بالاستغفار. الممنوعات بالاستغفار. العلم والفهم والحكمة وسداد الرأي والبصيرة، سورة البقرة. القرب، التسليم لله، مفهوم الرزق، حسن التوكل، حسن التوحيد، الولاية، أن تصبح ولي من أولياء الله، سورة البقرة. مع الاستغفار، مع الاستغفار إن شاء الله. فهمت؟ مع الاستغفار ليش؟ تمحى الذنوب وتبقى من لا يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه. نأخذ هذه القصة. هذا أخ عندنا هو من القدس يتكلم عن مشكلته. عاش الاستغفار هو على جروب الرجال الواتساب،
ويتكلم مع أحد الإخوة ماذا وجد من الاستغفار إن شاء الله. وننهي هنا إن شاء الله. بارك الله فيكم. أعتذر الفيديو طويل لأنه أنا علم التوحيد والفرق بين الاستغفار وسورة البقرة والكلام طويل، وأنصح بأنكم تتابعوا على القناة في تقريبا 1000 فيديو، تقريبا 600 للاستغفار، 600 درس، و400 أو أكثر لسورة البقرة، وكل كلام تبارك الرحمن والفضل كل لله، لا نزكي أنفسنا، هذا ما وجدناه. والله أعلم، أنا أقول شهيد، هذا ما وجدته، لم آتي شيء من جيبي إلا ما وجدته بعدما أنشرت في قراءة سورة البقرة، والحمد لله رب العالمين. اسمع هذه القصة وننهي فيها. انقلوا هذا الكلام عشان تعرفوا شو الفرق، وامزجوا بين سورة البقرة والاستغفار، لكن وحدي لا تستعجلوا. يا أخ منذر، انظر، هذا أنا، هذا الشخص اللي أمامك أنا محمود. أنا طبعا الأخ مصور له صورة رجله، هي يعني في عليها شاشة، يعني كان عند الأطباء، وبعت له صورة على رجله، لركبته، بقول له انظر هذا أنا. انظر، هذا أنا، هذا الشخص اللي أمامك أنا محمود. أنا في عملية تمزقت عندي الأنسجة في ركبتي، ولم أستطع الوقوف على رجلي، حتى الركوع، حتى السجود، حتى بالصلاة لم أستطيع. وعندما نقلوني إلى المستشفى قالوا إن عندي تمزق في الأنسجة، وقالوا ممكن أن أحتاج عملية. وأعطوني يا أخي منذر، يا إخوتي الكرام، أعطوني 10 أيام راحة حتى يستطيعوا أن يعملوا لي الصورة المغناطيسية، لأن الصورة بدها فترة. وقالوا لي إنه ممكن أحتاج عملية وأقعد 4 أشهر. صدقني يا أخ منذر، أقسم بالله والله على ما أقول شهيد، أنا بعد 5 أيام بفضل الله وبفضل سورة البقرة والاستغفار أنا رجعت على عملي وبمشي على إجري، وما في شيء، كالسحر اختفى، كالسحر اختفى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكون هاي الفيديوهات نافعة، اللي يبلغوا عني ولو آية، تعيش الآية تبلغها، وعشان تحبب الناس في دين الله ويعرفوا الخلل، إنها الذنوب التي يعاقبنا الله عليها، فيجعلها جهل، ويجعلها تشتت، ويجعلها نذهب إلى علوم. من كان همه الدنيا اجعلوا همكم الله. يا جماعة، عندما تكون همكم الله سيتولاكم الله، وسيتكفل بكم أن يأتي بكم إليه جل في علاه، كما كان هم سلمان الفارسي رضوان الله عليه أن يعرف الله، فأتى به إلى رسول الله، طاف واعتنق المجوسية واعتنق النصرانية، ثم جيء بيع عبدا عند رسول الله، فكان سبحان الله حتى قال عنه رسول الله: سلمان منا آل البيت. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. أعتذر الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.